السلام عليكم يا حريفية ومعلميات الحديد. بغيتي تشري بي واي دي حيت بان ليك الزواق والتكنولوجيا وبغيتي تهنى من صداع المازوت؟ حبس تما حريفي. واش عارف باللي القلب ديال هاد الطوموبيل يقدر يسكت ليك بضربة حجر بسيطة في طريق محفرة؟ واش فراسك باللي لابواط ديالها تقدر تاكل راسها براسها قبل ما توصل ل10,000 كولام؟ اليوم غنفرتيكو بي واي دي سياليو واتاتو 3 بميكانيك حريفي بلا زواق، وغادي نجاوبو على السؤال اللي حار فيه كاع المغاربه: واش نتيقوا في هاد الحديد الشينوي ولا نخليو فلوسنا في جيوبنا؟ تفرج حتى الاخر حيت كاين شي معلومات غتسمعهم لاول مره غيصدموك. نجيو السم التقني الاول. بزاف كيقولوا الهيبريد اقتصادي، ولكن واش عارف باللي الموتور الكهربائي كيعطي العزم كامل في اللحظة الأولى؟ هاد القوة كتخلي التروس ديال لابواط يوكلوا الدق بزاف في الديماراج. النتيجة كيتولد واحد الرايش أو فيرتيك د الحديد رقيق كيدور مع الزيت وكيولي بحال الكاغط الحك وسط الميكانيك. إذا بغيتي هاد الطوموبيل تعيش معاك خاصك تموتورها بالرزانة في الانطلاق، والأهم من هادشي تبدل زيت لابواط والفلتر مورا 2500 كيلومتر الأولى. مورا 2500 كيلومتر صفي الزيت من داك الرايش الصناعة، وما تسناش حتى ل60,000 اللي كيقول لك الوكيل، حيت تما غتكون لابواط بدات كتموت. نجيو دابا للصح والعمل. البطارية في بي واي دي بحال البلايد باتيري جاية لتحت ما بين الروايد. في الشينوا طرقان مقادين، ولكن في المغرب عندنا الدكاكات والمطبات اللي خارجين على القانون. اي ضربة قاصحة من تحت تقدر دير شق في الكركاس ديال البطارية، وراه غير قطرة د الماء تدخل لداخل السيستيم كله كيتبلوقا وكيوقع الكور سيركوي ومشات عليك 15 ولا 20 مليون في دقة، حيت البطارية هي الطوموبيل. الحل اللي كيديروه الحريفية هو لو بلينداج او التدريع. كيزيدوا واحد الصفيحة حديدية واقية من تحت باش يحميو القلب النابض ديال الطوموبيل. هاد الديتاي راه يقدر يحميك من خسارة خيالية مورا ما تسالي لا غارونتي. المغاربة كيخافوا من الحرارة في الحديد، وعندهم ألف حق خصوصا مع هاد التكنولوجي الجديدة. الانفرتر والكونفرتر هما العقل المدبر اللي كيفرق الضوء وكيحوله من شكل لشكل، وهاد الأجهزة راه كيسخنوا لدرجة خيالية فاش كتكون الطوموبيل غاده في العقبة ولا محملة. بي واي دي دارت ليهم سيستم تبريد بالماء باش تسيطر على الوضع، ولكن هاد السيستم راه حساس بزاف. الا غفلتي عليه ولا خلطتي انواع مختلفة ديال الليكيد دو غفغوديسمون راه كدير كارثة لداخل. هاد السوائل الا تخلطوا كيقدر يوقع ليهم تفاعل كيماوي وكيولي داك الماء بحال الجيلاتين وكيحبس الدورة ديال التبريد، وتما كيتحرق لك الانفرتور بزربة. والسر اللي ما كيقولوش ليك هو الشارج غابيد. كثرة الشحن السريع خصوصا في الصيف ديالنا كيرفع حرارة الخلايا ديال البطارية لدرجات قصوى، وهاد السخونية هي العدو رقم واحد اللي كيسبب الديغاداسيون او الموت البطيء للبطارية وكينقص ليك من الاوتونومي مع الوقت. الحل عزيزي المشاهد سهل: الماء هو الروح. ديما راقب المستوى ديال الليكيد في القرعة وما تزيدش من راسك. استعمل غير الماء اللي خرجات به من الشركة، حيت هو اللي مخدوم لهاد الالياج ديال الموتور. شحن بالمهل. حاول تخلي الشارج غابيد غير للضرورة القصوى فاش تكون مسافر. في الايام العادية شحن في الدار بلو بريز دو تيغ مقادة. الخيط الارض ضروري باش ما يوقعش ماس، وبالشاحن البطيء. برد قبل ما تشرجي. فاش توصل من طريق طويلة والطوموبيل سخونة ما تخشيش فيها الشاحن ديك الساعة، خليها تبرد واحد 30 دقيقة عاد برانشيها. هكذا كتحافظ على الباتري هيلت كيبقى الطوب لسنوات طويلة وما كتضيعش في قيمة إعادة البيع. واحد النقطة مسكوت عنها ومهمة بزاف في هاد الهايبريد ديال بي واي دي هي الموتور ديال البنزين. هاد الموتور
راه مخدوم بتقنية عالية باش يخدم غير فاش كتحتاجو الطوموبيل، ولكن هادشي كيخليه عرضة لواحد المشكل خطير الا استعملتي ليسانس عيان اللي هو الكليكيتي او الصدى. في المغرب نوعية المحروقات بعض المرات ما كتكونش في المستوى المطلوب، وهاد الموتورات راه حساسة لدرجة خيالية ومحتاجة اوكتان عالي وصافي. الا سمعتي الموتور كيدير طقطقة فاش كتورك عليه في الطلعة، عرف باللي وقع احتراق غير منضبط وسط الغرفة د الاحتراق. وهاد الانفجارات العشوائية راه كتاكل لك في الراس ديال البونات وكتضعف لك السواقم مع الوقت. وما تنساش باللي الزيت عندها دور كبير، حيت الموتور كيديماري بزربة فاش كتحول الطوموبيل من تريسيتي للبنزين، وإلا كان الزيت ثقيل وما كيوصلش لكاع القطع في ثانية، راه كيوقع احتكاك ناشف كيهلك الميكانيك. باش تهني بالك من هاد الصداع، تبع هاد القواعد الذهبية. عزل المحطة، ما تعمرش ليسانس فين ما كان، حاول ديما تعمر في محطات كبار ومعروفين بالجوهر ديالهم باش تضمن باللي الاوكتان راه طالع والموتور غايدور مرتاح. الزيت هو الدواء، استعمل غير الزيت اللي كتنصح بها الشركة اللي هي 0W20 وتكون فول سينتيتيك. هاد الزيت راه خفيف بحال الماء وكيوصل للسيغما والبونات فرمشة عين فاش كيديماري الموتور وهو بارد، هكذا كتحميه من التآكل. الفلتر ديما نقي، بدل فلتر الهواء بانتظام حيت الموتور محتاج نفس نقي باش يدير احتراق مثالي وما يوقعش داك النوكينغ اللي كيخرج على الميكانيك. دابا نهضروا كاش وبلا زواق على واحد النقطة كيسول عليها كل مغربي قبل ما يحط رزقو. نهار غنبغي نبيع هاد BYD، واش غتجيب ليا الثمن ولا غتلصق ليا في عنقي؟ الواقع هو ان السوق المغربي مازال شاك بشحال غتعيش هاد البطارية مورا 8 ولا 10 سنين، وهاد الشك كيخلي الثمن ديالها في المستعمل لو مارشي دوكازيون يطيح بزربة مقارنة بالوحوش ديال السوق بحال تويوتا ولا الداسيا. الا كنتي ناوي تبيع مورا عامين فكر مزيان، اما الا كنتي ناوي تكسب وتضرب بها سنين راه خاصك تتبع هاد النصايح اللي فرتكنا اليوم حرف بحرف، حيت نهار غتوقف في السوق وتبين للشراي باللي البطارية والسيستيم مازال نقي وباللي متبع ليها صيانة احترافية، تما غتفرض ثمنك وغتبيعها وانت مرتاح. الخلاصة يا حريفية هي ان BYD طوموبيل اسطورية من ناحية التكنولوجيا والاقتصاد، ولكنها محتاجة معاملة خاصة وسياقة رزينة بالعقل ماشي غير بالكسيراتور. هي همزة اللي باغي المستقبل وباغي يحيد عليه سطاد المازوت، ولكنها تقدر تولي شمتة اللي غيهملها. قولوا لي في الكومونتيرات واش مازال خايفين من البطارية لتحت ولا زعموا عليها، وما تنساوش اللايك والاشتراك باش ديما يوصلكم الفيرتيك التقني الحقيقي. وهنا كيوصل الفيديو ديالنا للنهاية، نتمنى نكون وضحت لكم الصورة وقربتكم من الحقيقة اللي ما كيقولوهاش بزاف. تهلاو في الحديد ديالكم وفي صحتكم، ونشوفكم في الفيديو الجاي مع فيرتيك جديد وماركة اخرى. تبارك الله عليكم.